طبعا ببداية كل فيديو بنرجع بنقدم تعازينا لأهل الضحايا الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. يا أخوان، يا أحباب، يا أصدقاء، أحيانا بيكون في كلام ما هو بوقته أو بوقته، بيكون في كلام مناسب أو ما هو مناسب. نحن اليوم كل مواطن سوري، أنا واثق كل مواطن سوري حر شريف ما عم بيقصر بشتى الوسائل، عم بيقدم المساعدة والمعونة لأخوته المنكوبين والمتضررين جراء الزلزال اللي حصل في سوريا. اليوم أنا والناس اللي مثلي لما طلعنا في بداية الكارثة وحكينا ونبهنا، الناس صاروا يقولوا طولوا بالكم، ما هو وقت هذا الحديث. الحديث هو عن إيش؟ عن المساعدات اللي راح تجي لسوريا، وللأسف يتم سرقتها من النظام السوري، وإن كان من طرف المعارضة ومن طرف المحرر كمان نفس الشيء. كمان يعني الخوف مشترك من الطرفين، الخوف مشترك. فاليوم أنا عم تجيني تعليقات بتقول إنه أنتوا في المغترب ليش ما عم بتساعدوا، وليش عم تحكوا على الجزائر وما عم تحكوا على... نحن ما عم نحكي على الجزائر. نحن كل شخص قدم بيد العون للشعب السوري بنرفع له القبعة، ولا يجوز الانحناء إلا لله عز وجل. ما بنقول بنحلي له إجلالا، لا، بس بنتشكره وبنقول له كتر الله خيرك ومكتور الخير. اليوم المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا وقيادة وحكومة وأرضا بنقدم لكم كل الشكر ومن قلوبنا كل المحبة للشعب القطري، للشعب الكويتي، للشعب الإماراتي، لكل شعب عم بيساند أخوته السوريين المنكوبين، وكل حدا عم بيساعد الناس المنكوبة إن كان في سوريا وإن كان في تركيا. نحن حديثنا وين بالبداية كان؟ قلنا يا جماعة الخير خلونا ننتبه من شغلة، إنه لا تحاولوا تعطوا المساعدات للنظام، لأنه هذا الكلام معروف. يعني اللي بيجرب المجرب إيش بيكون؟ عقله مخرب. يعني النظام ما راح يوصل شيء للناس. الأخبار عم تجي من حلب، واحد بيقول لك أنت عم بتشوف أحلام العصاري. لا، مو أحلام العصاري. أنا بتواصل مع ناس بحلب، بتواصل مع ناس بالشمال، بتواصل مع... للأسف ما عم بيوصل إلا القليل، والناس بحلب ما عم بيوصل شيء، ما شافت شيء. فنحن لما جينا حكينا قلنا أن الحكومة الجزائرية عم بتساعد النظام وكذا. نحن ما كان غايتنا أنه ما يساعدوا الشعب، لا، كان غايتنا أنه هاي المساعدات ما تتسلم للدولة، ما تتسلم للدولة. بس للأسف ما في آلية غير هيك. يعني اليوم أي بلد منكوب بيتم التعامل مع مين؟ مع الجهات الرسمية بالبلد، هي اللي قائمة على هاي المواضيع، تمام؟ ولكن للأسف في بلدنا يعني الخوف يعني مثل ما بيقولوا انت خاف على الكرم من الناطور. يعني خاف على الكرم من الناطور، لا تخاف من الناس اللي بتدخل بتسرق. يعني اليوم اللي عم يحصل بسوريا يا اخوان، هذا دول بتعجز عنه. هذا مو افراد او مجتمع، هذا بده دول، بده تكاتف عالمي. الشيء اللي حصل بده تكاتف عالمي. يعني اليوم تركيا عم بتمر بأزمة. تركيا يلي هي الدولة القائمة والدولة المستعدة وعندها الإمكانيات اللامحدودة عم بتواجه عجز. فما بالكم الناس اللي في الشمال السوري اللي هن ما بيمتلكوا أدنى المعدات، يعني المعدات المتوسطة مو الثقيلة. يعني هاي المعدات اللي عم نجيبها كلها معدات متوسطة. لسه في معدات أثقل من هيك وأقوى من هيك، وما في كوادر ولا في ناس مختصين ولا في أدنى شيء. يعني أبسط شيء إنه مثلا يكون في كلاب متمرسة. هلا اليوم في هاي الأزمة بهالكارثة هاي مفروض يكون مثلا في كلاب متمرسة، كلاب بوليسية بتساعد كتير بانتشال الضحايا، تشتم الروائح، تشتم هذا. والله أنا آسف ما عم بعرف أعبر. نحن من يوم الكارثة لليوم هذا نحن لا عم نعرف الليل ولا عم نعرف النهار، عم نسرق النوم سرقة. فلا حدا يقعد يفكر انه نحن قاعدين والله مستكينين وما عم نعرف شو عم نساوي. كل انسان هون على قد امكانيته عم بيقدم. كل انسان على قد امكانيته عم بيقدم. اللي بيملك 1000 عم ببعت نصها، اللي بيملك مليون يبعت نصها. كل انسان على قد امكانيته. اليوم مساعدة الشعب السوري ما هي من نية، واجبنا والصرماي فوق راسنا. نحن كل سوري فرض عين علينا نحن انه نساعد اخوتنا ونساعد اهالينا تحت. هذا فرض عين علينا، هذا ليس من نية وليس مكرمة وليس على الفضا.
اليوم انا بدي اجيب رغيف خبز، لا بدي اجيب نص رغيف. انا اليوم بدي اعيش بنص مصروفي، بربع مصروفي بدي اعيش، بدي اساعد هاي الناس. في ناس منكوبه اليوم في المانيا يا اخوان، عم نشوف والله الالمان عم بيساهموا، والله الالمان عم بيساهموا. الحكومه الالمانيه مشكوره، والله ما قصروا، الحكومه ما قصرت. نحن ما عم نبيض طناجر لحدا او منافق لحدا، عم نحكي الشيء اللي عم نشوفه والصوره اللي عم تنتقل لنا. فكان الله بعون العباد، وكان يا ريت كان بودنا انه نفرح مع شعبنا ونقدم لهم هذا الشيء بالافراح وبخلاص هي الحرب، ولكن للاسف قدر الله وما شاء فعل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلونا نرجع، نحن اليوم قدام فرصة للتاريخ، خلونا نرجع نحب بعضنا، نرجع نعيد كلامنا مع بعض، ننتبه عليه شلون عم نحكي. الوضع صعب جدا، الوضع كارثي، الناس معنويا محطمة. فأرجوكم يا أخوتي لا حدا يشلف كلام على حدا، كل إنسان بالأخير بيعمل بأصله بإنسانيته وبطيبة خاطره. برجع بوجه التحية لكل إنسان عم يشتغل تحت على الأرض. الدفاع المدني السوري، والله هدول إيش من واحد حكى، والله عاجز عن التعبير. هدول الناس بأقل الإمكانيات عم يعملوا المعجزات اليوم الدفاع المدني السوري الحر، أصحاب الخوذ البيضاء، أصحاب القلوب البيضاء، أصحاب الأيادي البيضاء. والله أنا بنحني إجلالا وإكراما إلى حضرتكم، دخيل ربكم، دخيل قلبكم. انتو عمالقة، والله ما في أي شيء بيعبر عن الشكر لكم والامتنان للشيء اللي عم تعملوه. برجع بقول كلنا بنتمنى إنه نفرح بخلاص بلدنا من الحرب والقهر، بس ولكن للأسف قدر الله وما شاء فعل. وإن شاء الله الأيام الجاية يا رب بتحمل أمل كبير للحياة، وبتحمل مع الفرح والسعادة لهي الناس. مع أنه للأسف نحن يمكن السوريين أجيال لقدام نسينا طعم الفرحة ونسينا طعم الضحكة ونسينا الابتسامة. يمكن نحن بنبتسم بوجه أولادنا مجاملة، بنبتسم بوجه الناس صرنا مجاملة، بس ولكن قلوبنا والله من جوا عم تبكي دم، والله إنه قلوبنا عم تبكي دم. حياكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.